لو انت جيمر وبتحب محتوى قصة فأكيد قابلت شخصية ولا اتنين في الألعاب يكون الشخصية دي عندها اكتئاب وبتكون حزينة جدا، وده بيكون بسبب ماضي حصل لها أو بسبب أشياء ارتكبتها برضه في الماضي. بس في شركة أنا حابب أتكلم عنها اليومين دول بمناسبة صدور اللعبة اللي هتنزل ليها يعني وكده، وأكيد الشركة دي معروفة وهي روك ستار جيم. ففي شخصيات في ألعاب روك ستار كئيبة وحزينة جدا، والصراحة زي ما احنا عارفين إن قصص روك ستار جيمز كلها بتكون مصقولة جدا وفيها تفاصيل وثغرات ممكن تجيب منها دلائل على كلامك وكده. ففيديو النهاردة هتكلم عن شخصيات كئيبة وحزينة في ألعاب روك ستار جيمز. معاكم إبراهيم. قبل ما نبدأ يا ريت لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ الفيديو الخرافي ده. نبدأ بالشخصية الأولى معانا وهو ماكس بين. ماكس بين طول أحداث سلسلة ماكس بين وهو حرفيا مكتئب. من أحداث الجزء الأول بنشوف ماكس وهو داخل بيته عادي، محقق شرطي سعيد مع عائلته اللي هي مراته وبنته الصغيرة الرضيعة. فبنكتشف أول ما يخش بيته إنه يلاقي بنته ومراته الصغيرة مقتولين، ومن هنا بيبتدي الاكتئاب بماكس بين، وبنلاقيه بقى مكتئب طول أحداث اللعبة وبياخد منشطات وحاجات عشان الاكتئاب، وبيشرب دايما طول احداث اللعبه. بنلاقيه بيحارب مع الناس اللي قتلوا مراته وبنته، وبعد ما يقتلهم ويخلص منهم برضه ما بيحسش الراحه والطمانينه، ما خلاص برضه ما فيش حاجه اتغيرت. فبيبقى حارس شخصي في احداث الجزء الثالث، وده حرق يعني الاحداث الجزء الثالث ان احنا بنشوف حتى الناس اللي كان بيحميهم اتقتلوا برضه. فده بيدل ان ماكس مكتئب جدا، حرفيا مش قادر يحمي حد، وطول ما هو بيلعب بيحلم بكوابيس وبيجيله حالات هلوسة وكده. فبنشوف ان ماكس اتغير جدا من ساعة ما مراته وبنته اتقتلوا، وبقى شخص مكتئب وصامت وشخص غريب جدا، مش قادر حتى انه يحمي اقرب الناس ليه او الناس حتى اللي ما يعرفهمش. وده بيوريك قد ايه ماكس حزين ومكتئب من جواه وفي حاجة متحطمة، حتى انه في نهاية اللعبة بيحاول يخفف عن نفسه ويطلع في رحلة طويلة شوية. الشخص اللي بعده هيكون غريب شوية، وده لأنه ما بيتكلمش، ولا وهو كلاودي سبيد من لعبة جي تي اي 3. كلاودي سبيد أي نعم أنت ممكن ما تفهملوش حاجة ولا تفهم إنه مكتئب أو سعيد أو فرحان، لأن ده عمره ما هيبان لأنه ما بيتكلمش زينا، وده لأنه صامت. فصمته بيدل على حزنه. أثبت لك. بص، كلاودي في الأول كان بيحب كاتالينا وبيسرقوا بنوك مع بعض وكده، بس في أحداث جي تي اي 3 اللي بتحصل في أول اللعبة بنلاقي ان كاتالينا غدرت بيه وضربته طلقتين بالمسدس الخاص بيها، وكلاود ما بيموتش من الطلق اللي خده، فبيتنقل على السجن عشان يتنفس فيه عقوبة انه يتسجن يعني وكده. وطبعا بيحصل معاه احداث بتخليه انه يهرب، وكل اللي بيدور في دماغه هو الانتقام. وعشان يوصل لانتقامه ده بنشوف انه بيعمل حاجات شنيعة وبشعة جدا، بيختل ناس كتيرة جدا، عشان كده بيتسمى بالقاتل الصامت. كلاود عمل حاجات وجرائم كتيرة جدا في حياته، حتى بعد ما قتل كاتالينا لسه جواه فراغ، لسه جواه شيء انه بعد كده ايه اللي هيحصل. مش عارف كلاود هيعمل ايه، طول عمره بياخد مهمته وهو صامت، مش حاسين بالاكتئاب اللي جواه، لان كلاود جواه فراغ محدش حاسس بيه، والفراغ ده بيدل على الحزن. يعني تعريف الفراغ انه شيء جواك متحطم او شيء مش موجود البتة. فكلاود انه يتعرض لخيانة من اقرب الناس ليه، خصوصا انه كان مع كاتالينا في احداث جي تي سان اندريس واللي بتحصل قبل جي تي 3. فده بيدل انها كان بيحبها جدا، وراح معاها ليبرتي سيتي عشان يكملوا حياتهم هناك. بس الغدرة بتيجي من اقرب الناس ليك، وبيتغدر كلاود وبيفضل زي الريبوت وانه قاتل صامت ما عندوش رحمة. بقى للشخص او اكتر شخص كئيب وحزين في سلسلة جي تي اي كلها، وده هو نيكولاي بيليك. When the war came, I did bad things. But after the war, I thought nothing of doing bad things. I killed people, smuggled people, sold people. نيكو بيليك غير باقي الشخصيات. نيكو بيليك كان قصة حياته بدأت في الجيش، يعني بدأ في الجيش ومن أقرب الناس ليه اتغدر بيه برضه، حيث إن صديقه باعه بمقابل $1000. أنت متخيل؟ خد $1000 وباع أصدقائه كلهم وبما فيهم نيكو بيليك، واتغدر بيهم واتعمل لهم كمين واتقتلوا كلهم ما عدا نيكو بيليك وشخص كمان كده، بس ده مش مهم، أنا بتكلم دلوقتي عن نيكو بيليك. المهم يعني بعدها نيكو بيليك قرر إنه يشتغل مع واحد اسمه ري بولجارين. الشخص ده
من أسوأ الشخصيات في سلسلة جي تي ايه، حيث انه كان بيخلي نيكو بيليك ان يجيب له ناس ويعرفهم ان هيعيشوا حياة سعيدة وكده، والناس دول بيحصل فيهم حاجات شنيعة مش هينفع اقولها. ونيكو بيليك كان حزين ومش قادر انه يعمل حاجة، وكل ده لاجل المال والفلوس، فقرر انه يروح لابن عمه اللي هو فهمه انه هيعيش حياة افضل بكتير من اللي هو عايشها هناك، بحيث يكتشف ان رومان بيليك ابن عمه بيضحك عليه ومفيش اي حاجة من اللي قالها له، ولا في عربيات ولا قصور ولا نساء ولا هو غني اساسا، هو مجرد سائق تاكسي عنده شركة صغيرة على قده ومدين للناس بالعصابات. نيكو بيليك قرر انه يبدأ من جديد، وانه يقتل وينهب ويعمل كل ده عشان بس الفلوس، وانه يعيش حياة سعيدة، الحياة اللي ابن عمه ما قدرش يوفرها له. وبعد ما عمل كل ده في نهاية اللعبة قدامك اختيارين، لا اما حبيبته بتموت لا اما ابن عمه بيموت. فالنهايتين حزين جدا وبيخلوا نيكو بيليك يتكسر اكتر، حتى بعد ما يفرح في اللعبة تبص تلاقي بيحصل معاه حاجة تخليه حزين، من اختطاف ابن عمه كذا مرة من الشخص اللي عمل كل ده، ديمتري راسكولوف. الشخص ده سيء جدا وخلى حياة نيكو بيليك بشعة جدا. ونيكو بيليك بعد ما راح ليبرتي سيتي وفكر انه خلاص هيعيش حياة سعيدة، اكتشف ان الحياة في صربيا كانت افضل بكتير، مع ان لو كان فضل هناك برضه كان هيتجن ويحصل معاه حاجات شنيعة جدا. ونيكو بيليك هو اكتر شخصية كئيبة في سلسلة جي تي ايه بالكامل والعاب روكستار جيمز كلها يعني. كده اكون خلصت الفيديو بتاع النهارده عن اكتر شخصيات مكتئبة في سلسلة روكستار جيمز. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يصلك كل جديد. كان معاكم ابراهيم، سلام.